اليمن الجنوبي تتخبط في فوضى مأساوية تزيد من معاناة أهلها الذين يفتقرون إلى كل ما هو أساسي. هذا وقد وصف عمر الجاوي الأمين العام للتجمع الوحدوي اليمني ورئيس لجنة إنقاذ عدن وصف الشماليين بأنهم يتصرفون كالغزاة، وقال إن الذين أتوا إلى عدن اليوم هم جزء من الأزمة ولا يحترمون قضية الشعب، وأضاف أنهم يكذبون فهم لم يسحبوا الجنود من عدن ولم يمنعوا السلب والنهب، ولا يستطيع أحد الخروج من بيته إلا بإذن من الحكومة العسكرية. 50% من عمليات النهب كانت تتم بشكل منظم حسب مراقبين وصحفيين دوليين، واستهدفت أيضا سجلات وإرشيف دولة الجنوب. قام جنود ومدنيون يمنيون شماليون باقتسام الغنائم في مدينة عدن المدمرة بعد إحكام القبضة عليها، وسجلت عدسات المصورين عمليات نهب واسعة لمستودع كبير للأغذية في منطقة دار سعد على مشارف عدن، واشترك في النهب الكبار والصغار رغم وجود الدبابات الشمالية التي تجوب الشوارع. وفي أقل من ساعة جرد المستودع من أطنان من القمح والزيت التي جرى تحميلها في السيارات المصطفة في طوابير، وسرعان ما عادت تلك السيارات إلى الاتجاه الذي قدمت منه. وبعد انتهاء النهب أطلق الجنود النار في الهواء أمام المصورين بحجة تفريق الذين قاموا بالنهب. ولتزييف الرأي العام أطلق نظام صنعاء على عمليات نهب قواته وميليشياته القبلية للجنوب اسم الغنائم بوصفها عمليات مباحة شرعا في الإسلام حسب فتوى الديلم الشهيرة. لكن هذه الهرطقات والترهات لم تنل من وعي الشارع الجنوبي الذي ما زال يتذكر الأحداث جيدا، أحداث تتكرر كل يوم منذ 20 عاما.